ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده لشباب ثانوية عامة، وهقول لكم على حاجات لليالي الامتحان ان شاء الله لو عملتوها هتفرق معاكم جدا. طيب بصوا يا شباب، انا عارفة ان في ناس ممكن ما تبقاش عايزة تشوف الفيديو او حاجة عشان الوقت، فانا هكتب لكم كل اللي انا هقوله كنقط كده او ملخص سريع. تمام، هعمل في بوست على اليوتيوب، على الفيسبوك، انزله في اي حتة وهسيب لكم اللينكات تحت. يلا نبدأ. طيب الفيديو ده انا هقسمه لليالي الامتحان اللي بتبقى قبل الامتحان ال3 4 ايام، وليلة الامتحان الاخيرة اللي خلاص قبل المادة بيوم، يوم الامتحان ذات نفسه. طيب اول حاجة، ليالي الامتحان اللي هي اللي بتبقى 3 4 ايام دي نعمل فيها ايه بالظبط؟ الحل مهم جدا جدا جدا. اوعى تشغل الفيديو وتسيبه شغال وتحل وراه. انت ممكن تبقى مركز اول 5 دقايق وتبقى فاهم المستر حلها كده ازاي ومش عارفه ايه والكلام ده كله، بس بعد كده انت هتفقد تركيزك وهتبقى بتعمل علامات وخلاص. فالاحسن ان انت لإلا تحل كل مثلا امتحان او امتحان شامل او اي حاجه تحله كله وتفتح الفيديو، او لو انت بتحس ان ده مجهود فانت حل سؤال بعد كده شغل الفيديو شوف حله ايه، حل سؤال وشغل الفيديو وهكذا. تمام، واعرف كويس جدا انت غلطت في ايه علشان تختصر على نفسك وما تتوترش ان انت ايه ده انا لسه بغلط انا لسه كذا. لا، انت اكيد في حاجه معينه اللي عامله لك مشكله، فانت اعرفها من خلال الاسئله تقوم تتك عليها بس كده. طيب انا كويس جدا في الماده، بس انا مثلا الفصل الاخير مش مظبوط معايا، الدرس الفلاني مش مظبوط معايا. تعمل ايه؟ انت سمعته في المراجعه اكيد وبرضه لسه مش مظبوط معاك، ففي الحالات اللي زي دي ارجع اسمع الدرس من الاول وجديد عادي جدا. هات له الحصه بتاعته، ما تسمعوش في فيديو كمراجعه، ما تحلش عليه. ما انت عملت كده وما نفعش، يبقى انت هتضطر ترجع للدرس ده ذات نفسه كانك بتذاكره من اول وجديد، وما تخافش فيه وقت. مش قصه خياليه، بس انا فعلا ليالي امتحان التاريخ فتحت الفصل السابع اول مره، جبت له الحصص العاديه ولا في مراجعه ولا حل يعني ولا في حل ولا اي حاجه، جبته كاني اول مره اسمع الفصل السابع ده في حياتي. طيب ايه تاني؟ لو زي ما قلت لكم في درس مش مظبوط معاكم ومحتاجين تسمعوه من الاول، بس انتوا ما عندكمش وقت وهنعتبر ان دي اخر ليله امتحان، تعملوا ايه؟ اسمعوا الدرس ده او الحته اللي انتوا مش كويسين فيها كتير قبل ما تناموا. يعني انا مثلا في ليله، بجد والله ده حصل، ليله امتحان الانجليش كنت خلاص فصلت ومش قادره، وكان الشخصيات بتاعت القصه كان في شخصيات والله العظيم كنت معرفهاش، في شخصيات داخله في بعض، في شخصيات انا معرف مين ده اصلا، ده بيعمل ايه. فعلا القصة ما كانتش متظبطة معايا، والله العظيم سمعت فيديو كان مجمع كل الشخصيات. الفيديو ده كان تقريبا ساعة الا ربع، سرعته شوية وسمعته 3 مرات من غير مذاكرة من غير ورق ولا من غير اي حاجة. تاني يوم في الامتحان الشخصية اللي انا كنت متلخبطة فيها اللي معرفش مين دي اصلا جت في الامتحان والحمد لله عرفت احلها. انت وانت بتذاكر هتبقى تعبان، هتقف حاجة قدامك في الاوقات اللي زي دي، تعمل ايه؟ كل ما الدنيا تقف معاك قوم صلي ركعتين. بجد انا في حديث بس انا مش فاكره النص بتاعه بالظبط، فيما معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما كانت في حاجه بتقف قصاده كان بيقوم يصلي. واحلى حاجه ان انت تخليها في البريكات، لو كل بريك طلعت قعدت مع اهلك شويه اكلت مثلا فاكهه صلي ركعتين ارجع تاني للمذاكره. عياطك مش مسموح غير في سجادتك، لما تيجي تصلي عيط براحتك وانهار وطلع كل حزنك، بس على المكتب خلاص انت رجعت زي ما كنت. بص، اي حاجة خايف منها صلي وادعي كتير ان ربنا يسترها معاك وتعدي على خير. هحكي لكم على حاجة. انا ليلة امتحان الجغرافيا كانت رعب بالنسبة لنا كلنا، علشان ليلة الامتحان دي احنا عارفين امتحان الجغرافيا هيجي صعب، انا في حاجات بنساها، في حاجات بتلخبط، خايفة من الخريطة وكل الكلام ده. كنت بدعي دعوة واحدة بس، يا رب ارحم ضعفي. كنت قعدت الصلاة كلها ما بدعيش غير الدعوة دي، ان هي شاملة بالنسبة لي حاجات كتيرة قوي. انا فاكرة ان انا في ليلة الامتحان في الامتحان بقى ذات نفسه في سؤال كان عن دولة انا اول مرة اسمع عن الدولة دي، والدولة دي صغيرة قد كده وانا معرفش مكانها فين فعلا. فانا بقرأ السؤال كده بقول ايه ده، ببص كده على الخريطة لقيت عينيا بقت على الدولة. ازاي ده حصل؟ ربنا خلاص، ربنا فعلا رحم ضعفي في اللحظة دي. انا لو كنت اتشقلبت انا ولا كنت هعرف اطلعها ولا كنت هشوفها ولا كانت نقطة قد كده. فصلي وادعي، ادعي الدعوة دي، يا رب ارحم ضعفي. اوعى الشيطان يضحك عليك ويقولك ايه ده، هو انت كل ما هتعطل معاك هتقوم تصلي ركعتين؟ طب ما تقعد تذاكر احسن. يعني ايه علاقة الصلاة باللي انت مش فاهم الفصل السابع من التاريخ مثلا؟ بص، اصل انت بقالك كام شهر في الموال ده،
فمش الشهر الاخير او مش 3 4 ايام اللي قبل الامتحان هتعمل فيهم المعجزات او هتشقلب الدنيا. الفترة دي بجد مش محتاجة غير توفيق ربنا بجد. انت اللي انت ما عملتوش في ال9 شهور اللي فاتوا مش هتعمله ليالي الامتحان. تمام، اذا كنت مقصر او كنت بتذاكر من الاول. فبجد انت الفترة دي مش محتاج غير توفيق ربنا ويكون في عونك وكل اللي انت عملته ما يروحش على الارض. عادي قوم صلي وادعي وكل حاجة وانت مش بتضيع وقت. او انا عارفة ان محدش بيقول كده من نفسه، ده بيبقى شيطان. بس زي ما قلت لكم، اللي ما اتعملش في ال7 شهور اللي فاتوا مش هيتعمل النهارده. فالنهارده لو هيحصل حاجة هيحصل عشان ربنا هيوفقنا. بس كده. ماشي، ليلة الامتحان بقى خلاص، تاني يوم الامتحان. طيب انت مع مستر الفلاني خليك معاه لحد الاخر. يعني بصوا، انا جربت افتح لايفات كتير وكده، كنت بحس ان نفس الكلام بيتكرر. المدرسين كبار وكل الاسئله معاهم، مفيش مستر بيبقى معاه اسئله ومستر تاني بيبقى معاه اسئله تانية هي دي اللي هتيجي في الامتحان. كل الاسئله شبه بعضه، كل المدرسين واخدين من نفس المصادر. فالمستر اللي انت مرتاح معاه كمل معاه للاخر. خلاص انت هتنام. وعايزين نتكلم في النقطه دي. مفيش حاجه اسمها هطبق، مفيش حاجه اسمها هنام 3 4 ساعات. اعمل كده في ال3 4 ايام اللي فاتوا، مفيش مشكله. ليله الامتحان بكره هتنام ال8 ساعات بتوعك كاملين، مش هينقصوا ثانيه. ده لازم، عشان التركيز ده مهم جدا جدا جدا. قبل ما انام تعمل ايه؟ قبل ما تنام بالظبط هترجع تبص تاني على اخطائك زي ما قلت لكم في الحل، هترجع تقراها تاني علشان ما تقعش في نفس الغلط تاني. ده ممكن يحصل. تاني حاجة، هتتك جامد قوي قبل ما تنام على الافكار الجديدة اللي اول مرة تشوفها في حياتك ليالي الامتحان، عشان غالبا لو جت في الامتحان انت ممكن تنساها او ما تاخدش بالك اصلا منها نهائي. الصبح بقى هرجع اقرا المنهج كده كله، هرجع مش عارفه اعمل ايه. اوعى تعمل كده. انت ممكن حاجه تافهه جدا ما تاخدش بالك منها، او مش عارفه ايه يحصل، او كذا تحس ان انت ناسيه. انت هتتوتر جدا جدا. يا لهوي، انا لسه مش الحته دي مش مظبوطه معايا، انا ما اعرفش نسيت مش عارف ايه، ده فاضل ساعه على الامتحان، طب اذاكرها ازاي، طب اعمل ايه. ليه كل التوتر ده؟ ما تحطش نفسك في الموقف ده ابدا. خلاص انت الساعه 12 قفلت الماده دي مش هتتفتح تاني. طيب انت الصبح بقى انا هصحى البس اروح الامتحان. ما ينفعش برضه. ليه؟ مش قصدي ان انت ما تروحش الامتحان، اكيد مش قصدي كده. طيب قصدي ان انت اصحى بدري شويه، اقعد افطر، صلي، اقعد مع اهلك، اقرا مثلا قران، هيئ نفسك وبالراحه كده وهدوء. ما تصحاش جري بسرعه، هوبا بتلبس، هوبا تعمل، هوبا تجري على الامتحان. لا. حاجه كمان، وانت في الامتحان ولا تغشش حد ولا تغش. انا عارفه ان اكيد انتوا فاهمين الكلام ده وان حرام وكل الكلام ده، بس ساعه اللجنه هيجي سؤال انت مش متاكد منه، الشيطان يلعب في دماغك ويقولك اسال اللي حواليك. والله العظيم هيبقى اكبر ندم في الحياه ان انت لو كنت ممكن تحله صح وتحله غلط على اساس حد تاني. انتوا عارفين التنسيق بيقف على نص درجه والكلام ده. لو في اسئله كنت انت حللها صح وغيرتها للغلط عشان حد قالك عليها، هتشد في شعرك طول عمرك، هتزعل جدا، مش هتنساها. بس انت خلاص غلطت وهي طلعت غلط، خلاص هتعمل ايه؟ الحمد لله. والله ربنا ألهمك بالحل وحليتها صح في الآخر، هتفرح. مهما كنت مش متأكد من السؤال، اقعد كده سمي بالله، ادعي ان ربنا يهديك للحل الصح وتوكل على الله وحلو. غشش حد صاحبي بتاع ممكن يسقط اغششه، اوعى برضه ما تغشش حد. انت لازم تبقى مركز، لازم تبقى مركز في الامتحان. انت مش هتقعد تشيل هم بقى، تقول له طب سمعتني، طب مش عارفه ايه، وترجع وراك وتبقى خايف من المراقب، مش ايه ده كل ده، ايه ده كل ده. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو صاحبك ده بيغش منك وبيغش من هنا وبيغش من هنا ولقيته جاب مجموع اعلى منك، انت هتزعل ونفسيتك هتتأثر ان هو ايه يكون جاب مجموع اعلى منك، يكون دخل الكلية اللي كان نفسك فيها، دخل الجامعة اللي كان نفسك فيها وانت ما دخلتهاش، وتقول ايه ده انا اللي كنت مغششه. فغش استحالة، انسى النقطة دي خالص. طيب يبقى احنا كده خلصنا ليالي الامتحان، خلصنا ليلة الامتحان لحد كمان الصبح لحد ما تروح الامتحان. طيب خلصت امتحان وراجع، يعني ربنا يستر ويكون حالي حلو والدنيا زي الفل. اول حاجة ما تراجعش ولا مع حد ولا على اليوتيوب ولا على التيك توك ولا اي حاجه. ليه؟
مش ان هو عشان اللي حصل والكلام ده كله، هو الكلام ده صح طبعا، بس عشان في ناس والله بتبقى حل غلط والله العظيم. بالذات مثلا لو في عربي او في حاجه، في اسئله كتير بيبقى عليها جدل، في اسئله كتير بتبقى فيه اجابتين شبه بعض قوي، فانت بجد هتضيع وقت وطاقه وزعل على الفاضي، وممكن تبقى انت اللي حلل صح في الاخر. فولا تشوف مراجعه، ولا تسال حد، ولا تسال المستر بتاعك، ولا اي حاجه. خلاص انت حليت، خلصت، يا رب وفقني، يا رب اكون حليت صح، تروح. طيب، بعد ما ترجع اليوم ده تعمل ايه؟ انت ما ينفعش اول ما ترجع تقعد تذاكر طبعا، دي اول حاجه. تاني حاجه، برضو اليوم ده ما ينفعش تنامه كله ويضيع، يعني الوقت مهم اوي الفتره دي، فانت كل اللي عليك ان انت هتنام، هترجع اقصد هتنام ساعتين تلاتة، حاول تاخد كفايتك، يعني حاول تاخد حبه حلوين، ما تنامش مثلا ساعه وتقوم، لا نام تلاتة يا عم، نام أربعة، تقوم تبقى فريش وتعرف تشتغل بقى تاني. تمام، اوكي. بس كده يا شباب، انا خلصت. اسفه لو رغيت كتير، ربنا معاكم ويوفقكم. انت مفيش اي حاجه الايام دي غير انت وربنا، بس كده مفيش حد هينفعك بحاجه، مفيش حاجه، اي حاجه في الدنيا هتنفعك يعني خلاص خلصت. تمام، فما تخافوش وما تتوتروش، ربنا كريم. اذا كنت عملت اللي عليك او ما عملتش اللي عليك، ربنا في كل الحالات كريم، وربنا يكرمكم ان شاء الله وتعدي على خير. واسفه لو طولت عليكم، بس كده، باي باي.